السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميسيو محمد عثمان، ازيكم عاملين ايه؟ المحاضرة اللي فاتت شرحنا فيها الوحدة الأولى، جبناها كلها كده وسيبنا فيها حاجة بسيطة، سيبنا فيها سي وسيبنا فيها الضمائر الشخصية. الحصة دي جايين هنكمل الوحدة الثانية وهناخد سي اللي احنا سيبناها في الجملة الأولى هنجيبها معانا والضمائر الشخصية. بس أنا عايزك كده تكون مستعد، ورقة وقلم وركز معايا ويلا بينا. قاعدة سي عشان تبقى فاهمها بيقول لك سي لازم تجاوب سي ديت اس اي دي اللي هي سي دي بتاع السؤال المنفي. بتاع السؤال ايه؟ المنفي. سي قاعدة السؤال المنفي لازم السؤال بتاعها يبقى منفي. يعني ايه نفي؟ اقول لك دلوقتي. احنا قلنا سي بنستخدمها في السؤال المنفي. يعني ايه منفي يا عم؟ يعني في نو بو او نو بلي او نو جامي او نو بيرسون. النو والبا، النو هي علامة النفي. سي بستخدمها للسؤال المنفي. سي بستخدمها للسؤال ايه؟ المنفي. تعالى كده اكزامبل. قلت لك مثلا تي نو فا با au cinéma. هل انت هتذهب الى السينما؟ انا عندي هنا لو خدت بالك السؤال مثبت ولا منفي؟ السؤال منفي. بما ان السؤال منفي يبقى الاجابه عليه حاجه من اتنين، يا سي يا نو. تاني كده، السؤال المنفي الاجابه عليه بتبقى يا سي يا نو. السؤال المنفي اجابته ايه يا حبيبي؟ يا سي يا نو. يبقى السؤال المنفي بجاوب عليه يا سي يا نو. حلو الكلام. طب انت مثلا عايز تجاوب السؤال عندك منفي، يبقى الاجابه يا سي يا نو. تاني خطوه يا حموكشه الجيم، هنشيل النفي ونترجم. شيل النفي في ترجمه السؤال فقط. ليه هتشيل النفي في ترجمه السؤال؟ لان سي اصلا معناها بلى. سي معناها ايه؟ هل انت عارف بلى يعني ايه بالعربي خالص؟ هل انت عارف بلى معناها ايه؟ عليها الحلال معرف. انت ما انتش اصلا عارف بلى معناها. قلت لك بلى يعني ايه بلى؟ ايوه ولا لا؟ ما تجاوب ايوه بلى دي ايوه ولا لا؟ في ناس هتقول لك بلى دي معناها ايوه، وفي ناس هتقول لك معناها بلى دي معناها لا. هقول لك انا حاجه بسيطه خالص. الناس فيكم اللي حافظه القران في سوره القيامه بيقول لك أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ الإجابة رايحة ليه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بلى يعني أيوة بس بتاع السؤال المنفي. بلى أيوة بس السؤال إيه؟ المنفي. بلى معناها نعم بس لازم سؤالها يبقى منفي. يبقى أنا عندي بلى بتاع السؤال المنفي. لما أشوف سؤال منفي يبقى الإجابة عليه يا سي يا نو. ببدأ أشيل النفي في ترجمة السؤال. قال لي مثلا جو في أو سينما. جملة تانية قال لي جو في أو كلوب. عندي هنا بيقول لي أنت تذهب إلى السينما. راح قايل لي أنا أذهب إلى السينما. يبقى أيوه ولا لأ؟ أيوه، لأن الجملتين زي بعض. أنت بتروح السينما يا ابني؟ راح قايل لي انا بروح السينما. يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه بتاع السؤال المنفي اسمها سي. سي بتجاوب بنعم بلى على السؤال المنفي. طيب بيقول له انت تذهب الى السينما. راح قايل له انا اذهب الى النادي. يبقى لا نو. يبقى خلاصه الكلام السؤال يعني ايه سؤال منفي؟ يعني في نو با. السؤال المنفي يا سي يا نو. المنفي يا سي يا نو. شيل النفي وانت بتترجم السؤال فقط. لو الجملتين زي بعض هيبقوا سي، لو اختلفوا هيبقوا نو. يبقى سي بتاع السؤال يا حبيبي المنفي. سي منفي ومنفي سي. سي للمنفي والمنفي يا زوز. سي للمنفي والمنفي سي. تمام. طب لو انا عندي بقى السؤال بتاع الجمله، لو انا عندي السؤال مثبت. لو انا عندي السؤال ايه؟ السؤال مثبت. احنا دلوقتي احنا هنحل على الكلام ده لما نقول يا بس.
تمام، بس انا بفهمك حاجه بقى. طب لو انا عندي السؤال مثبت، يعني ايه مثبت يا عم؟ يعني ما فيهوش نفي. السؤال المثبت يا وي يا نو يا ايوه ليه نعم يعني يا لا، يبقى المنفي سي والمثبت وي. المنفي سي والمثبت وي. في ناس بتنطقها او، تمام؟ على فكره وي دي في ناس بتنطقها وي عادي. المشكله في واحده شكلها كده اسمها وي، اسمها ايه؟ وي. الله يصلح حاله اللي في بالي بقى. يبقى انا عندي هنا المنفي سي والمثبت وي، المنفي سي والمثبت وي. نغنيها يا استاذه منى، نغنيها. لا، المنفي سي والمثبت وي. تعالى كده نشوف الحل، نحل عليها شويه يعني. ان شاء الله هنفهم. بص يا سيدي، احنا قلنا المنفي، السؤال المنفي سي، شيل النفي وانت بتترجم السؤال. لو المعنى زي بعضه يبقى سي، طب لو اختلف يبقى نو. تعال نشوف كده. اسف، باردون. المنفي سي والمثبت وي، المنفي سي والمثبت وي. تعال بص يا سيدي، بص كده هنا السؤال. اول سؤال كده، بص يا زوزة معايا، بص كده يا حموكشه. بيقول لك تي ne va pas sortir. السؤال عندي هنا مثبت ولا منفي؟ السؤال منفي، في نفي اهو. المنفي سي يا نو، شيل النفي وترجم. بيقول له انت هتخرج، راح قال له جو في سورتير، انا هخرج. يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه بتاع السؤال المنفي اسمها سي. السؤال اللي بعده، اللون ده مش عاجبني بصراحه، هنغيره. هو في احلى من الاسمر؟ مفيش احلى من الاسمر. بيقول له تي نيم با، استغفر الله العظيم يا رب. ايوه كده. بيقول لي تي نيم با لو تينيس. السؤال عندي يا زوز مثبت ولا منفي؟ منفي في نو وفي با. السؤال المنفي يا سي يا نو. بيقول شيل النفي وترجم. انت بتحب التنس، راح قايل لك انا اعشقه. يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه بتاع السؤال المنفي اسمها سي. بعد اذنكم بس هنقلل بتاع القلم ده، لان هو كده مش هينفع بصراحه. يلا السؤال اللي بعده بيقول لي تي نو فا با سورتير. السؤال عندي مثبت ولا منفي؟ سؤال منفي صح؟ يبقى المنفي يا سي يا نو، شيل النفي وترجم. بيقول له انت هتخرج، راح قال له جو سويز اوكيبي. اوكيبي دي معناها مشغول. راح لواحد صاحبك بتقول له يا ابني يلا نطلع، راح قال لك انا مشغول. يبقى ايوه ولا لا؟ اقول لك لا اسمها نو، اللي هي نو. اللي بعده بيقول لي تي نيم با. السؤال مثبت ولا منفي؟ المنفي يا سي يا نو، شيل النفي وترجم. بيقول له انت بتحب التنس، راح قايل له انا اكرهه. يبقى ايه ولا لا؟ واحد جاي يقول لك انت بتحب التنس، راح واحد قال له انا بكرهه. يبقى ايه ولا لا؟ لا اسمها نو. اللي بعده انا عايزك تركز معايا عشان حاسك كده تايه والدنيا لفه بيك، فركز بالله عليك عشان ما عادش حاجه على الامتحان. ماشي؟ فاهدى كده وهدى اعصابك وتعالى معايا للسؤال ده. بيقول لك تينيمبو. السؤال يا حموكشه الجيل مثبت ولا منفي؟ سؤال منفي يبقى يا سي يا نو، شيل النفي وترجم. انت بتحب الناتاسيون، السباحه، راح قايل لك جيم لا ناتاسيون. واحد بيقول لك انت بتحب السباحه، رحت قايل له انا بحب السباحه. يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه بتاع السؤال المنفي اسمها سي. جدع، شكلك فهمت. السؤال المنفي يا سي يا نو، شيل النفي وترجم. انت بتحب السباحه لا ناتاسيون، راح قايل لك جيم لا بوكس. راح لواحد انت بتحب السباحه، راح قال لك انا بحب البوكس. هل دي زي دي؟ لا، يبقى نو، اللي هي نو. السؤال اللي بعده بيقول لك السؤال عندي هنا مثبت ولا منفي يبقى يا سي يا نو، شيل النفي وترجم. انت بتحب لو رجبي اللي هي كرة القدم الأمريكية. حد هيقول لي يعني رجبي كرة القدم الأمريكية، هي ايه كرة القدم الأمريكية أصلا؟ هقول لك. فاكر حزلقوم لما كان في المسلسل الكبير، لما كانوا لابسين بتاع اصفر كده وكتافات ولابسين خوذه وعمال اللي هي الرياضه اللي فيها كوره عامله زي المطاوله دي، يقعدوا يخبطوا ببعض ينطحوا ببعض، عارفها؟ دي اسمها رجبي، كره القدم الامريكيه. اتمنى تكون عارفها.
انت بتحب الرجبي، راح قال لك انا ما بحبش الرجبي، يبقى ايوه ولا لا؟ لا. قال يا نو. بتحب كرة القدم؟ انا ما بحبش كرة القدم، يبقى لا. السؤال اللي بعده منفي ولا مثبت؟ منفي. المنفي يا سي يا نو. شيل النفي وترجم. انت بتحب لو رافتينج، راح قال لك انا اكره رافتينج اللي هو التجديف، هتروح قايل له لا. انت بتحب رافتينج، حتى مش عارف معناه يا اخي، بتحب رافتينج، راح قايل لك انا اكره، يبقى المعنى اختلف. بتحب، لا انا ما بحبش، هتبقى نو. ليه؟ ان او ان. السؤال اللي بعده، ركز معايا، انا حاسك تايه والله حاسك تايه النهارده. بيقول لك هنا السؤال اهو، مثبت ولا منفي؟ منفي. المنفي سي. المنفي سي. شيل النفي وترجم. انت بتحب ليكيتاسيون، انت بتحب الفروسيه، راح قايل لك انا بحب لاليت. ليت دي معناها مصارعه. واحد جاي يقول لك انت بتحب الفروسيه، رحت رد عليه قلت له انا بحب المصارعه، هل دي زي دي؟ لا اسمها نو. طب ركز كده معايا وانت اللي هجاوبها معاه. زوز بيقول لي هنا السؤال ده مثبت ولا منفي؟ منفي. يلا عرفنا هو منفي، في نو وفي با، صح؟ طيب المنفي سي. الخطوه الثانيه شيل النفي وترجم. انت بتمارس، انت بتغسل الطبق، ما هي فيغلا بيسيل معناه يغسل الطبق، راح قايل لك انا بغسل الطبق. الجملتين زي بعض ولا مختلفين في المعنى؟ الاثنين زي بعض، يبقى الله اكبر عليك. ايوه كده هتبقى سي. طيب تعال اللي بعدها، السؤال مثبت ولا منفي؟ منفي يبقى يا سي يا نو. شيل النفي وترجم. انت بتمارس ركوب الدراجات، بتمارس ركوب العجل، راح قايل لك جو في دو لا مارش، انا بمارس رياضه المشي. دي زي دي؟ لا اسمها نو. والله ايوه كده يا اخي والله لما تشتغل كده وتركز والله بتبقى جميل. الابتسامه الحلوه فين يا ابني؟ ايوه كده. تعالى كده اللي بعدها، السؤال هنا مثبت ولا منفي؟ منفي يا سي يا نو. شيل النفي وترجم. انت هتيجي الحفله، راح قايل لك هو هيجي الحفله، راح قايل لك il vient bien sûr، هو هيجي بالتاكيد، يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه اسمها سي. الله اكبر شطور. tu ne vas pas au cinéma avec moi. السؤال المنفي يا سي يا نو. شيل النفي وترجم في السؤال. انت هتذهب الى السينما avec moi، معايا؟ انت هتروح السينما معايا، راح قايل لك بوركوا با، ليه لا دي معناها ايوه ولا لا؟ يعني هي ايوه اسمها سي. عاش حموكشه الجيل. المنفي يا سي يا نو. شيل النفي وترجم في السؤال. tu vas sortir avec moi، انت هتخرج معايا، راح قايل لك pas aujourd'hui، مش النهارده، يبقى ايوه ولا لا؟ انت هتخرج معاه النهارده، راح مش النهارده، يبقى ما هوش طالع، هيبقى نو. حلو والله. دي اسئله بقى جت في الثانويه العامه قبل كده، هو انا ممكن احلها معاك على السريع كده، بس عايزك تبقى معايا كده مصحصح. بيقول لك ساره ني با سبورتيف. السؤال المنفي يا سي يا نو. شيل النفي وترجم السؤال. ساره بتكون رياضيه، راح قايل لك هي بتلعب تنس، يبقى ولا لا؟ رياضيه ولا لا؟ ساره رياضيه بتلعب تنس، يبقى هي بتلعب تنس. اللي بعده بيقول لك اسكو تي نيم با لو فوت. انا عندي هنا منفي، المنفي في نو وفي با. المنفي يا سي، المنفي سي، منفي سي يا سي يا نو. شيل النفي وترجم. انت بتحب كرة القدم، راح قايل لك انا بلعب كرة قدم كل جمعة. بتحب الكرة، انا بلعب كل جمعة، يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه اسمها سي. اللي بعده المنفي ايه؟ الله طالعة منك زي العسل. المنفي سي والمثبت وي. المنفي يا سي نو. شيل النفي وترجم. انت بتحتفل بعيد ميلادك، راح قال له جو في فير ان جراند. انت هتحتفل بعيد ميلادك، انا هعمل حفله كبيره، يبقى هحتفل ولا لا؟ هحتفل، يبقى سي.
لان المعنى زي بعضه. اللي بعده ده دي جايه في ثانويه عامه 2017، اوعى والله العظيم ان ما ركزت هتسافر كوكب المريخ، ايطاليا مستنياك، فركز يا حبيبي. هنا السؤال المنفي يا سي يا نو. المنفي سي، المثبت وي. شيل النفي وترجم في السؤال بس. بيقولوا vous pouvez faire ce travail، انت تستطيع انك تعمل هذا العمل. راح قال له je peux le faire، انا استطيع عمله. انت ممكن تعمل الحاجه دي، انا اعرف اعملها. يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه بتاع المنفي، ايوه للمنفي سي. اللي بعده يلا كده على السريع يا شباب، اسخنوا كده معايا بالله عليكم. المنفي سي يا نو. شيل النفي وترجم في السؤال. تي فا روجاردي لو ماتش على تيلي، انت هتشاهد الماتش في التلفزيون. راح قايل لك جوفي استاذ. هنا سنقف، تعال كده نهدى وناخد نفسنا، ريلاكس. احنا متعصبين دي ولا حاجه، ولا هيحصل ايه يعني لو تعصب، ولا اي حاجه. الكاميرا بتسجل يا ابني اللي فصلت، سجل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك انت هتشاهد الماتش في التلفزيون. راح قايل لك جو في استاد، انا اروح الاستاد. يبقى ايوه ولا لا؟ لا، يعني انت هتشوف الماتش في التلفزيون، انا رايح الاستاد. يبقى لا، مش هشوف الماتش في التلفزيون. لا اسمها نو. ولا انت حد عنده راي تاني يا جدعان؟ اها، بص بقى عشان تبقى عارف الجمله هنا يا حموك شجيل مثبته. الجمله هنا ايه؟ مثبته، مفيش نفي. بيقول لك on prend aussi un croissant، احنا هنتناول ايضا كرواسون، احنا هناكل كرواسون كمان. راح قايل له با اوجوردي. با اوجوردي دي معناها مش النهارده، ممكن نقول باز اوجوردي عادي، هتبقى نو اها، لان هنا مثبته. طب اللي بعدها ركز. السؤال هنا بيقول لك تي فو الي او سينما. سيني دي اختصار كلمه سينما. تي فو انت عايز تروح السينما. راح قايل لك بوركوا با، لما لا. السؤال يا جدعان مثبت اقسم بالله العظيم ما في نفي. والله السؤال المثبت وي والمنفي سي، المثبت وي والمنفي سي. هنا بيقول له انت عايز تروح السينما. راح قايل له لما لا، يبقى ايوه لما لا. المنفي يا سي يا نو. شيل النفي وترجم. فوز ايمي لو كافيه، انت بتحب القهوه. راح قايل له جون بوا توجور، انا بشرب منها. الاون ضمير عائد على الكافيه، انا بشرب منها دايما. بتحب القهوه، انا بشربها دايما، يبقى بيحبها. يبقى ايوه بحبها، ايوه بحبها، ايوه بحبها يا عم. عايزين ايه يعني؟ بنتي الغاليه طبعا بحبها، هو انا عندي اعز منها؟ ده كوكي قلب بابا. يا نهار ابيض يا ولاد. المنفي سي، المنفي سي. شيل النفي وترجم. يا سي يا نو. انت تي فا سورتير، انت نفس الجمله، انت هتخرج. راح قال افيك بليزير، بكل سرور. يبقى ايوه. انا هلدغ في حرف غير ومشكله. والله العظيم، بس في الفرنساوي جايه يعني. نيميرو 10 بيقول لي تي نا با فيزيتي باري. ده هنا ماضي مركب. شيل النفي وترجم. انت زرت باريس. راح قال له بليزير فوا، العديد من المرات. زرت باريس العديد، زرتها كتير. يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه، ايوه بتاع السؤال المنفي سي. المنفي سي والمثبت وي. هنا منفي، شيل النفي، انت هتيجي معاه. راح قايل له جو فيان افيك لوي، انا هاجي معاه. يبقى سي. السؤال اللي بعده بيقول لي بيير لا. بيير لا يعني بيير هناك. على فكره عكس لا هناك، عكسها كلمه اسمها ايسي، معناها هنا، ظرف مكان. بيقول له بيير هناك. راح قايل له هو داخل اوضته. يبقى لا، لا والله ده داخل اوضته. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لي بص يا زوز، بص يا حنين، يا حنون. بيقول لي تي فا افيك موا استاذ، انت هتيجي معانا الاستاد. يا منا امانار،
أمانة انت هتيجي معايا الاستاد، السؤال مثبت ولا منفي؟ سؤال مثبت، مثبت مفيش نفي. السؤال المثبت مفيش نو با، المثبت وي، يا وي يا نو. انت هتيجي معانا الاستاد راح قايل لك سي امبوسيبل. يا سلام بقى لما تسمعها من الفرنسيين دي، يقول لك سي امبوسيبل، تحس ان هو متعصب بس حلو في نفس الوقت. سي امبوسيبل، مستحيل، مستحيل يبقى لا. انت هتيجي معايا الاستاد مستحيل، انا عن نفسي مستحيل اروح الاستاد، هتبقى نو. ما نتفرج في التلفزيون وخلاص. بيقول لي تي نيم با، انت ما بتحبش البوكس، شيل النفي يا عم. انت بتحب البوكس، راح قال له انا اعشق هذه الرياضه. بتحب البوكس، انا اعشق هذه الرياضه، يبقى ايوه ولا لا؟ ايوه سي. الله اكبر، والله العظيم يا ابني انت هتطلع من هنا على فرنسا. انت خلاص، انت مبقتش محتاج، انت خلاص. احنا كده يا باشا الحمد لله بفضل الله، بفضل الله. يعني اللي ما فهمش فرنساوي اهو بيفهم. احنا كنا فاهمين سؤال، مش مشكله. تعال نختارها دي وخلاص. لا دي هتبقى غلط. وانا والله ما فاكر السؤال انهي، بس مش مشكله، يلا نكمل. بيقول لي الفافينير هو هيجي، بس هنا مثبته، المثبت وي. ايوه بالتاكيد، بالتاكيد. اللي بعده بيقول لي هنا الديتست لا ناتاسيون، هي تكره السباحه، المثبت وي، مفيش نفي. هي بتكره السباحه، راح قايل لي هي تفضل هذه الرياضه، يبقى ايه ولا لا؟ يعني انا لو جيت سالتك قلت لك هي بتكره السباحه، رحت انت قايل لي هي بتحبها، الاثنين زي بعض ولا ده عكس بعض؟ عكس بعض، عكس بعض، يبقى نو، مش زي بعض. السؤال اللي بعده بيقول لي لا بوكس ايت ان سبور كلاسيك، البوكس بيكون رياضه كلاسيكيه، هنا جمله مثبته يا وي يا نو. البوكس بيكون رياضه كلاسيكيه، راح قايل لي سيتان سبور اكستريم، انها رياضه خطيره، خطيره، يبقى لا. اللي بعدها المنفي، المنفي يا حماقشه، المنفي ايه؟ المنفي سي يا نو. شيل النفي وترجم. تيفا او جيمناز، هتروح صالة الالعاب، راح قايل لك جيم لا جيمناستيك. اقسم بالله العظيم سؤال في اللذيذ، والله والله سؤال في الجون. جيمناز وجيمناستيك الاتنين كان اختصارهم جيم. جيمناز كانت صالة ألعاب، جيمناز صالة ألعاب بتاخد الأيو، يذهب إلى صالة الألعاب. وكانت جيم نفسها أختها اختصار لكلمة جيمناستيك، معناها الجمباز، رياضة الجمباز اللي هم اللي بيقولوا لابسين ستريتش وعمالين يتنططوا دول، تمام؟ لما قال لك بيقول لك أنت تذهب إلى صالة الألعاب، راح قايل لك أنا بحب الجمباز. هو الجمباز ده هيتلعب في الشارع؟ طب ما هيتلعب في صالة الألعاب، يبقى أيوه ولا لأ يا عم؟ أيوه ولا لأ؟ أيوه يبقى السي. أنا على ما أعتقد أنا كده خلصت قاعدة سي، والحمد لله الحمد لله يعني خلصناها. تعالى بقى يا باشا نخش على بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى هنا في إينيتيدو اللي هي كانت بعنوان 4 روبا ولي كور، التسوق، كورس. بص يا عزيزي، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى هنا يا باشا، بص يا سيدي، الوحدة التانية كانت بتتكلم عن لي روبا، الوجبات. احنا عندنا بقى حبيبي كام وجبة في فرنسا؟ 4 روبا، 4 وجبات. 4 وجبات اللي هم البوتي ديجوني، لو بوتي ديجوني اللي هو الفطار، ولو ديجوني اللي هو الغداء، ولو جوتي اللي هي التصبيره اللي هي وجبه خفيفه. وجبه خفيفه عندهم اللي هي شويه بسكوت، شويه فاكهه، شويه فيروي، بسكويت كده. اما الوجبه الخفيفه عندنا يعني انتوا عارفين بقى، تمام. ولو ديني معناها العشاء، ديني العشاء، حتى شكل كلمه بالانجليزي اسمها دينر، اكيد يعني انتوا عارفين. ليه كاترو بقى اللي هو لو بوتي ديجوني، لي ديجوني، لو جوتي، لو ديني. في شويه ملحوظات كده انا مش عارف اقولها ولا لا، بس اقولها يلا مش مشكله. لا لما تيجي تتكلم عن الوجبه معينه بتقول او، تستخدم حرف اها. وجبات الطعام تسبق بالاو، لما تيجي تقول في الفطار او في الغداء او في العشاء تستخدم الاو. وجبات الطعام مذكر يا رجاله، وجبات الطعام مذكر، وجبات الطعام ايه؟ مذكر. وتستخدم بقى افعال بقى، ده نشرحها احنا الكلام ده بقى يا باشا، الكلام ده مش هينفع في المذكرات، ده احنا هنشرح.
عشان ما بقتنعش بالكلام ده بصراحه يعني. بص يا سيدي، وهنقول من جديد يا قوم اسمعوا. لما تيجي نتكلم عن الاكل والشرب عندك افعال مهمين جدا 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 جدا. عندك فيرب اولهم فيرب مونجي. مونجي ده كان معناه ياكل. وكان عندك فيرب بوار. بوار اللي هو معناه يشرب. وطبعا عندك ما هتاكل وتشرب يبقى هتشتري. عندك فيرب اشتي. يشتري. حتى يا اخي ده في شين زيه والله. يشتري. اشتي يشتري. السلام عليا والله. عندك فيرب مانجي ياكل، وفيرب بوار يشرب، وفيرب اشتي يشتري، وعندك فيرب فولوار. فولوار ده معناه يريد. دي كلها افعال ممكن تستخدم مع الاكل والشرب. ركز كده بالله عليك معايا. لما تيجي تقول انا هاكل وهشرب وهشتري وعايز، هو لما تيجي تاكل حاجه، هتاكل الحاجه اللي في الكوكب كله ولا تاكل جزء؟ تاكل جزء. يعني واحد جاي يقول لك انا هاكل لحمه، هتاكل اللحمه اللي في العجل كله ولا هتاكل حته؟ تاكل حته جزء. لما تيجي تقول انا هاكل سمك، هتاكل جزء. هشرب عصير، يعني هتشرب العصير اللي في الكوكب، هتشرب شويه. يبقى ياكل ويشرب ويشتري ويريد، الحاجات دي عايزه الاسم اللي بعدها ياخد تجزئه، اللي هي دهات. تجزئه يعني ايه دهاء؟ يعني دي وضلا ودو الابوستروف ودي اي اس، ادوات اللي هي دي ادوات التجزئه. ياكل ويشرب يا اخي والله ما خساره فيك. عشان ما تنساش بوار، بص بص بص، اسمها بو. اسمها ايه؟ بو. في بلادنا لما يكون عيل صغير بنعلمه الشرب لسه صغنون كده، بتقول يلا يا حبيبي قوم بو، صح؟ تقول له لو ركزت فيها حتى اسمها ايه؟ قوم بو. اهي بو. بوار يشرب، واسم المفعول منها بي. هما بو عندهم واسم المفعول منها بي. سيبك من اسم المفعول دلوقتي عشان ما نخشش في حوارات ملهاش لازمه، كل حاجه ليها وقتها. يبقى بوار معناه يشرب. بوار معناها يشرب. نيجي لكلامنا تاني، ياكل ويشرب ويشتري اشتي وفولوار يريد. الافعال دي عايزه بعدها تجزئه. يعني ايه تجزئه يا رجاله؟ يعني دهات، يعني دي وضلال والابوستروف دي على حسب الاسم اللي بعدها. دي طبعا مفرد مذكر، ودي مفرد مؤنث فيها لا، ودي مبدوء متحرك، ودي جمع. تعالى كده اديك اكزامبل. لو انا جيت قلت لك جو مانج، انا باكل نقط بواسون. بواسون معناها سمك. بي فوق هنا ايه؟ اللي عايمه على وش الميه دي معناها سمك. تمام. انا هاكل سمك. هتاكل السمك اللي في الدنيا كله ولا جزء؟ هاكل جزء. هاكل حته سمك، اكل سمكيه يا اخي. تمام. يبقى هتاكل جزء، بما ان هتجزأ يبقى السمك هنا مذكر هياخد له دي. جيت قلت مثلا جو مانج، انا باكل نقط فيوند. فيوند معناها لحمه. هتاكل اللحمه اللي في الدنيا كلها ولا جزء؟ جزء. يبقى انت عايز اداه تجزئه اللي هي دي وضلال. هنا اللحمه مؤنث فهتستخدم لها ضلال. جيت قلت مثلا والله ده انا هشرب جو بوا، انا هشرب نقط كافيه. انا هشرب قهوه. هتشرب القهوه اللي في الكوكب كله ولا شويه قهوه؟ شويه. يبقى تجزئه. الكافيه مذكر فهتبقى دي. يبقى ببساطه ان انا عندي هنا مانجي ياكل، وبوار يشرب، واشتي يشتري، وفولوار يريد. عايزه بعدها تجزئه. يعني ايه تجزئه؟ يعني دهات اللي هي دي وضلا بصرف دي اس على حسب الاسم اللي بعده. ياكل ويشرب ويشتري ويريد. الحاجات الاكل والشرب يا جدعان لازم يتجزأ مع الافعال دي. ياكل مانجي اسمها مانجي، وبوار بو وار، واشتري يشتري، وفولوار يريد. الحاجات دي مع الاكل والشرب عايزه بعدها تجزئه. تجزئه يعني دهات. تجزئه يعني ايه؟ دهات. وان معاهم طبعا فعل فعل. طب انا اسالك سؤال جاي لك من المحاضره الاولى. لو عندي فعلين في الجمله، انهي الفعل الاساسي؟ الفعل الاساسي للجمله هو الفعل الثاني. شطار. طيب صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي بس كده يا اخي. صلي على النبي يا اخي. يا اخي اتق الله. صلي على النبي بس كده. يبقى انا عندي هنا مانجي وبوار واشتي وفولوار بيجي بعدهم اداه تجزئه على حسب الاسم اللي بعد النقط.
هسيب لك اكزامبل واحد عشان احنا داخلين دلوقتي على منعطف تاريخي. جيت قلت جوبوا مثلا نقط كافيه، زي ما انا لسه كاتب لك جوبوا دي كافيه. حلو الكلام؟ طيب في افعال تانية بقى حموك شجيل مهمة جدا. معلش انا همسح دي تاني عشان انا هكتبها في حتة تانية. نكتبها هنا اللي هي جو بوا دي كافيه. هنا يشرب بياخد بو اهو، بو بي او، بو يشرب يبقى تجزئه فاخد له دي عشان الكافيه مذكر. عندي بقى يا حبيبي افعال في غايه الاهميه. الافعال ديت ثابته، اللي هي عندك الافعال اللي هم ايمي، بريفيري، ادوري، ديتستي، اللي هو الناس بتسميهم افعال الميول. ميل الواحد في منديله، يحب ويفضل ويكره ويعشق ويكره. بم يا نهار ابيض. طب يلا بقى ما تكسفوناش بقى. يكره. الافعال اللي هم ايمي وبريفيري وادوري وديتستي وفيزيتي وبراتيكي لولالي. الافعال دي حتى مع الاكل والشرب بتاخد معرفه، بتاخد لغات. لما يا اخي حتى بالعربي كده لو انا جيت قلت لك جيم نقط فيوند، هتقول انا بحب اللحمه ولا بحب يعني انت واخد حته لحمه على جنب تحب فيها؟ اكيد لا. انا بحب لا بحب اللحمه الف ولام، يبقى لولا دي. ما ينفعش اقول انا بحب من اللحمه، تحب منها ازاي؟ واخد حته في جنب على طبق؟ لا طبعا. تيجي تقول مثلا هنا طبعا فيرب ايمي بياخد لولالي ولا تاثر منك. عندي هنا اللحمه مؤنث فهناخد لا بحب اللحمه. جيت قلت لك في جمله ثانيه جيم نقط تي اللي يعني شاي، هتروح قايل انا بحب من الشاي ولا بحب الشاي؟ بحب الشاي. هو الشاي تحب منه شويه والساب شويه؟ لا يا عم. فيرب ايمي بياخد لولا ليه وكل المشروبات مذكر ما عدا مشروب وميه، فهستخدم لو اللي يبقى انا عندي الاكل والشرب بياخد تجزئه مع الافعال دي، وايمي وبريفيري وادرودي تسيس ثابتين على مكانهم، واقف على المبدا ثابت. ولا اسمها ايه؟ اسمها يا ابني والله ما فاكر. ايمي وبريفيري وادرودي تستي لولالي ولا يتاثر بالنفي. طيب يبقى انا عندي الاكل والشرب مع مانجي ياكل وبوار يشرب واشتي يشتري وبالوار يريد بياخدوا دوهات اللي هي تجزئه اللي هي دي وضلا وضلا وصف وديس وفعل فير طبعا معاهم في الحسب. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي بس كده عليه الصلاه والسلام. بص يا سيدي تعال نكتب بس بخط صغير. مانجي ياكل، بوار يشرب، اشتي يشتري، فولوار يريد. الافعال دي احنا قلنا بتاخد تجزئه يعني دهات، يعني دي وضلا على حسب الاسم اللي بعد النقط، ودو الا ابوستروف ودي. طيب الافعال دي والادوات ده اللي هي الدهات ادوات التجزئه ده اهي، امتى بحولها للدو؟ دي ودي ابوستروف. امتى بستخدم دو؟ لما يكون عندك قبل النقط نفي. باضو علي النعمة باضو تمام. اللي هي دي ودي ابوستروف. اكزامبل يا حبيبي je ne mange pas نقط riz. انا ما باكلش رز. بص معاه حموك شجيل
انا عندي هنا النقط اهي، فيرب مانجي بياخد تجزئه، حلو الكلام، بس انا عندي با قبل النقط، نفي، الحق ده في نفي، يبقى با دو، يبقى با دو، دي ايه ودي ابوستروف، مالكش ده بتغير بقى خلاص. ركز معايا، جيت قلت جو نو بوا با نقط كافيه، كافيه وليه؟ الله يصلح حاله حامد دلوقتي في فرنسا، الله يكرمه بقى، مش في الشارع بيكلمني في التليفون بيقول لي لا كافيه وليه سيلفو بلي. ربنا يصلح حالك يا حامد الله. بص يا سيدي، بص يا ابني بقى، ما بقى تبقاش كشري كده. انا عندي هنا بص بوا با، انا عندي هنا با صح؟ البا دو، با تعال نغنيها، با دو معانا في حالة وجود فاعل اتر، اتر ما بياخدش دي ايه، اتر بياخد يو ان ويو ان اي ودي اس اللي هي ان دي ادوات النكره، وايميو بريفيريو اودوريو ديتيستي لو لا لي لا تتاثر من النفي لان الاداه بتاعتها معرفه. طيب يبقى انا عندي هنا با دو. النبي ركز معايا كده يا اخي، النبي ركز معايا نوبك ثواب. لو انا جيت قلت لك je ne bois pas نقط كافي، انا ده نفس الجمله هتبقى بادو، حلو، يبقى البا بيجي بعدها حموكشه الجيل، حموكشه البا بيجي بعدها ايه؟ دو، بادو. امتى ادوات التجزئه تحول الى دو؟ اول حاله عندنا، يا نهار ابيض، اول حاله عندنا قلنا في حاله النفي، دي اول حاله. الحاله الثانيه اللي بحول فيها الدو حاله الكميه. يعني ايه كميه؟ يعني يقابلك كلمه بوكو قبل النقط، كثيرا، بوكو دو. على فكره الدو بتاعتها مش ثابته، ده الدو دي كان اصلها تجزئه وتحولت للدو. لما تيجي بذمتك، لما اجي اقول لك انا اكل كثيرا من اللحمه ولا اكل كثيرا منهم اللحمه؟ من بس بكودو، الكميه تحول اداه التجزئه بعدها للدو. زي بو قليلا، زي اصي معناها ما يكفي، زي تو معناها اكثر من، دي كلها زي كيلو، زي جرام، زي لتر، دي كلها كميات. هو لما اجي اقول لك كيلو هو ده كميه ولا مش كميه؟ كميه. لما اجي اقول لك لتر كميه. طب لما اجي اقول لك ازازه اسمها بوتي، كميه. لما اجي اقول لك فنجان اسمه طاس، الله، فنجان اسمه بالفرنساوي طاس، ماشي؟ ايوه طاس، يبقى كميه. يبقى امتى بحول للدو؟ لما يكون عندي نفي ولما يكون عندي كميه. واخر واحده اللي بننساها دايما الصفه الجمع. الصفه الجمع تسبق بدو. في جمله دايما بتقابلنا اسمها بو بيزاج. البو دي معناها جميل يا جميل، بو بو بيزاج. هنا جمع فيها اكس، صفه الجمع تسبق بدو. يبقى انت بختار دو، بختار الدو في النفي والكميه وصفه الجمع. امتى بستخدم دو؟ نفي وكميه وصفه جمع. امتى بستخدم دو؟ نفي وكميه وصفه جمع. يا رجاله امتى بستخدم دو؟ لما قبل النقط الاقي نفي وكميه. امتى بستخدم دو؟ لما يكون في قبل النقط نفي وكميه وصفه جمع. طب ما فيش لا نفي ولا كميه ولا صفه جمع، خد التجزئه. يبقى افعال الاكل والشرب، الاكل والشرب بياخد تجزئه ما عدا مع ايميو بريفيريو وادرو جستي لا ليه. الكو موجوده مقارنه. لما اكون في نص الجمله ما تجيش في اول الجمله علامه استفهام تقول لي دي مقارنه، ازعل من الكو مقارنه. بص للي قبلها صفه يبقى ساده. ساده اللي هي بلي واوسي وموان، اكثر ومساوي واقل. الصفه ساده، الصفه ساده، الصفه ساده يا بلي يا اوسي يا موان. اما لو انا عندي اسم، الاسم يسبق بدو اللي هي بليدو واوتوندو ومواندو. بس خلي بالك ان اوسي دي تيجي مع الصفه بس.
طب لو انت ما انتش عارف صفه من اسم زي ما انا لسه قايل لك فعل اتر اس تي واس او تي عندك في الجمله اوب ده فعل اتر صفه ساده، صفه او ظرف ساده بلي وسي ولو عندك اسم جو اسم دول اسمه ايه؟ طيب طب لو انت عايز مقارنه في الجمله معناها مقارنه، لو لم يوجد كو هناخد اللي فيها كو بليكو وأوتونكو السلام وموانكو، يبقى صفة سادة مع الظرف والاسم دول، ولو ما فيش كو خد اللي فيها كو. خلي بالك ان الصفة تتبع الموصوف. لما يكون عندك فعل اتر في الجملة اتر تخصص فاعل، الرجالة بتوعنا والشباب بتوعنا عارفين الكلام ده، عندك فعل اتر يبقى ترجع للفعل. تعال نحل على الكلام ده ونشوف. حاسس ان هو خد اكتر من حقه بس عشان انتوا شطار، عشان كده حاسس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ابصمك، تعالى ابصمك. بص يا حبيبي دي ايه؟ دي كو دي يبقى مقارنه. بص قبلها صفه ولا اسم؟ ده اسم. سكر اسم، الكو موجوده يبقى اللي فيها كو ما تنفعش. الكو موجوده قبلها اسم يبقى الاسم دو، الاسم يسبق بدو اللي هي دي ايه او دي ابوستروف، الاسم يسبق بايه؟ بدو. طيب الكو موجوده انت ما انتش عارف دي صفه ولا اسم. هو فعل الجمله فعل اتر؟ لا ده بيقول لك اجوت دي معناه يضيف ده مش فعل اتر، ما ادام ما هوش فعل اتر يبقى دول. طب حد يجي يقول لي بقى ميسيو، يا عم الميسيو يا ميسيو جيل، ده انت عندك هنا سكر، ده سكر صفه. لا يا حبيبي لا يا اقول لك كده، اقول لك لا يا حبيبي واشوح بايدي كده، ده انت عندك سكر كده معناها سكر يا حبيبي اسم. اما السكري دي صفه معناها مسكر. انا الدغ في حرف غير استحملني. سكري بس كده معناها سكر، ده اسم، والاسم يسبق بدو او تجزئه بقى على حسب الفعل. اما سكري دي صفه، والصفه يا حبيبي هنا عليها اكسون تؤنث وتجمع، بس هنا ينفع اقول مسكره عادي جدا. المشكله الكوكي بنت مسكره عادي. طيب ربنا يخليها يا رب. بص كده زي مثلا الناس اللي بتتلخبط في الكلمه دي اللي هي معناها عمر بتاع اولى ثانوي، ويقول لك كيلاجتي ما عمرك. ما في واحده اسمها اجي الصفه بتاعتها. بريفير فعل، عندك بريفيري صفه عادي. ايه المشكله؟ واي نوت. نكمل. بص بقى عشان تبقى عارف، عندك هنا عندك هنا كو يبقى دي مقارنه. يبقى دي ايه؟ مقارنه. المقارنه ادام يكون موجوده يا ساده يا دو. المقارنه يا ساده يا دو عند فعل اتر صفه ساده تبقى يا بلي يا مو. تعال نشوف المعنى. بيقول لك الفراوله بتكون نوع جروس تخينه عن الطماطم. الفراوله لا تخن اللي هي الاكبر ولا الطماطم؟ اكيد يا نهار ابيض، الفراوله اقل تخنا من الطماطم؟ ايوه اقل، امال اكتر. يعني في فراولايه اكبر من الطماطمايه، هل هذا يعقل؟ يا جدعان احنا بنهزر، والله احنا بنهزر. الفراوله اقل تخنا اقل في الحجم من الطماطم، ما ينفعش اقول اكتر على حسب المعنى. بص يا سيدي هنا بيقول لك هو بياكل انا، ينفع اقول هو بياكلني؟ هو انا يعني عشان حته تقيله في البلد اكلني؟ لا يا عم ما حدش ياكل. اقول لي هو بياكلني ولا هو بياكل اكتر مني واقل مني؟ اكتر مني واقل مني، مفيش كو خد اللي فيها كو. ما تزعلش الراجل يا جدع. حتى ليه ما تنفعش؟ لان مفيش مقارنه ومفيش نفي، والدو بيجي بعدها اسم، وده هنا ضمير توكيد، وهنا مش نافعه برضه يا قوم. بص يا حبيبي انا عندي كو موجود، الكو يا ساده يا دو براحه خالص اهو. عايزنا هادي. الكو موجوده يا ساده يا دو،
عندك فعل اتر، لا ده فعل افوار، ما هوش اتر يبقى اسمه، الاسم دو بصمه. الكو موجوده، عندك اتر لا يبقى دو. طب انا عندي كو، تعال بقى نترجم. بيقول لي ساره نقط راب، راب دي معناها فساتين، اسم ولا صفه؟ اسمه، الاسم يسبق بدو. اللي بعده عندي كو. اولا ربيط دي صفه فاستخدم الساد، سيبك من هي صفه. عندي كو، عندك فعل اتر، كو اتر صفه، والصفه ساده. هنا موان تنفع، وهنا اوسي تنفع، وهناك بلي تنفع اكثر، يبقى على حسب المعنى. بيقول لك الاتوبيس بيكون اسرع من الطياره. الاتوبيس اكثر سرعه ولا اقل؟ لا اقل اسمها موان، ده بالانجليزي اسمها ماينس يا عم. انا مش فاهم والله العظيم الناس دي مزهقانه ليه. والله الفرنساوي في امان، بس انت اللي تعبان. بقول لك الفستان واللاجيب، الفستان والجيبه بيكونوا جولي، حلوين، الاتنين حلوين. انا عندي كو يبقى مقارنه، وجولي دي معناها جميل صفه، عندك فعل اتر، مقارنه صفه ما ينفعش فيها دو، يا مساوي يا اقل يا اكثر. بيقول لك الفستان والجيبه بيكونوا جميلين، الاتنين حلوين، يبقى السي مساويين لبعض. عندي كو موجوده، لا ده هنا عايز صفر. هنا بص، شير اخيرا اياس جمع مؤنث، شير جمع مذكر، هنا مفرد مؤنث شير، وشير هنا مفرد مذكر، هنا معناها غالي يا غالي. تمام. هنا بيقول لك التفاح بيكون اكثر غلوا من البرتقال، وده شيء اكيد. هو يعني مش معنى ان البرتقال، طب ايه اللي اكثر غلوا؟ التفاح مؤنث ومذكر، مؤنث فيها ايه؟ خد اللي فيها ايه. على فكره الشير بتفضل ثابته مع كوت، فيرب كوتي، كوت شير بدنا الناس ثابته، الناس الشاطره بقى ده حته كده، كوت شير تكلفه غاليه. اللي بعده في المقارنه عندي هنا بيقول لي ميدو الله في دي سبور بيمارس رياضه اصدقائه. ميدو بيمارس رياضه اصدقائه ولا اكثر منه اقل من؟ اكثر منه اقل من، مفيش كو، خد اللي فيها كو. بيقول لي مون بير ابي بوا، انا عندي كو يا جدعان، كو قبلها اسم اللي هو القهوه، اسم دو. انا بحل بسرعه معلش عشان انا ننجز. هنا عندي كو موجوده، هنا عايز دي جمع مذكر ودي مفرد مذكر ودي جمع مؤنث ودي مفرد مؤنث. الصفه تور الفروي، الفواكه جمع مذكر. كو مهمه اكثر اهميه من المواد الماتيير جراس. السي بيجي بعدها صفه مفرد مذكر ده. اقسم بالله العظيم زهقت في قوالتها من تانية ثانوي، والله بقولها من اولى ثانوي. السي ابص فيه سي دي، سي بيجي بعدها صفه مفرد مذكر دائما. يا جدعان السي صفه مفرد مذكر، السي لما يكون السي لو الصفه هتعود عليها تبقى مفرد مذكر. تمام. صفه تعود على ما قبلها اللي قبلها السي مفرد مذكر، فياخد مفرد مذكر امبورتون. تمام. على ما اعتقد ان المقارنه كده خلصناها، والله حلو. تعالى كده يا باشا بقى نراجع شويه الملحوظات على الدرس اللي احنا سيبناه ده. بص يا سيدي، تعالى بص يا سيدي، الوحده الثانيه كانت بتتكلم عن لي روبا، الوجبات اللي هو الاكل والشرب يا حبيبي. الوجبات عند الفرنسيين 4 روبا، 4 وجبات. لو بوتي ديجوني ولو ديجوني ولو جوتي. خلي بالك من كلمه جوتي دي عشان مش عندنا. جوتي دي معناها التصبير اللي هي وجبه خفيفه. بص يا سيدي، كان في شويه ملحوظات كده عندنا في الوحده ديت بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان وجبات الطعام تاخد لو او بتاخد الاو، زي ما انا كنت قايل لك. يتسوق ليها كلمات اسمها فير لي كورس وفير دي كورس وفير دي شوبينج وفير لي بوتيك وفير لي ماجازان وفير دي زاشا. خلي بالك بس الفرق ما بين لي كورس ودي. اللي للاكل والشرب معرفه، بقول لك التسوق للاكل والشرب معرفه فهياخد ال اس. اما دي كورس اداه النكره هي التسوق بشكل عام. تمام. طبعا الاماكن دي المفروض انت تكون عارفها. حموك شجيل. نكمل بقى. كان عندك تعبيرات افوار بيه.
تعبيرات افوار اللي هي يشعر. عندك افوار فان يشعر بالجوع، افوار سوا، افوار فروا، افوار شو، افوار بير، افوار اونفي دو، وافوار بيزوان دو. وقلنا سؤالها دو كوا. براجع لك تاني اهو. طيب ايه تاني يا حبيبي؟ كان في عندك تعبيرات اتر. اتري كونتر. كونتر معناها ضد. بقول لك ده له كونتر ضد الميه. اتري كونتر معناها يكون ضد، يكون ضد حاجه. بقول لك مثلا جو سوي كونتر، انا اكون ضد مثلا توني دي فكرتك. جو سوي كونتر وعكسها اتري بور، بي او يو ار. وخلي بالك ان بور بيجي بعدها مصدر، بور زائد مصدر لو جه بعدها فعل يبقى فعل مصدر. تمام. وعندك اترو روتار اللي هي اكون متاخر للاشخاص، لان في يكون متاخر للاشياء، اسمها افوار دي روتار. تمام. وعندك اترو نافونس واتر الير واتر اوبليجي دو يكون مجبر على. وعندك يا عزيزي عندك اللي هي الكميات. احنا قلنا وشرحنا لسه عمالين نقول انت بتستخدم الدو اللي هي دي بس لما يكون عندك نفي وكميه وصفه جمع. وشرحت لك قلت لك الكميه يعني بو، يعني بوكو، يعني ترو، يعني اسي، يعني بودو. وجود صفه جمع. بيقول لك جو مانج دو بون فروي، انا باكل فاكهه جميله. انا عندي هنا جميله دي صفه جمع فهنستخدم قبلها دو. حلو الكلام. طيب دي صفات. بيقول لك بقى ما تنساش ان افعال الميول، ميل، وحدف منديله. افعال الميول لما تيجي تقول انا بحب اللحمه، الف ولام، تبقى له لا لي ولا تتاثر بالنفي. اسماء المأكولات والمشروبات اللي فيها ايه بس مذكر اللي هي سيكر وبير وتي وري وجريير وكافيه وفرomage بواسون ليجيم وبيت. بيتي المفروض اصلا باتي بس مش مشكله. تمام. اللي بعده هنا يا عزيزي الكميات تاخد دو. احنا زهقنا من الكلام ده. والله زهقنا منه وحلينا ده كله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. يا نهار ابيض ايه الجمال ده يا جدعان. تعال كده اما اديلك شويه موقف كده على السخان لعل عايز تفهم. بص يا حبيبي هكبرها لك كمان شويه عشان عارف انت نظرك على قدك. بيقول لك انا مين صديقك فو دوموند بيطلب منك كون. اسمها كون مش كوند ولا كنت، اسمها كون. كون فو كوني لو جوتي. جوتي انها الوجبه انها الوجبه الخفيفه يا فتى، اسمها جوتي. وات داز مين جوتي؟ يعني ايه جوتي؟ ازوز. جوتي معناها وجبه خفيفه وبتيجي بمعنى يتذوق لو جت فعل. جوتي. ايوه هزلي في دماغك يا حبيبي ولا انت فاهم حاجه. فضل بتطلب منك الجوتي ماذا تكون؟ انت هتقول لي بقى يا باشا، هتروح قايل الجوتي وقتها متى تكون الوجبه الخفيفه؟ الوجبه الخفيفه انتر بين لو ديجوني الغداء لو ديني، ما بين الغداء والعشاء. الكستيون اللي بعد بيقول لك فوتر مي صديقك اسوا يشعر بالعطش. فودوموند بتطلب كيل غايون بيطلب منك الى اي قسم. هو يذهب. كاسك فوديت انت هتقول له ايه؟ واحد عطشان هتروح قايل له اذهب لقسم المشروبات اسمها بواسون بي او اي اس اس او ان. البي اللي تحت البي دي يشرب. اما دي منتجات بحريه برودوي دولامير ويل عنا زيت برودوي سيريالي اللي هو منتجات حبوب. السؤال اللي بعده فو زيتو رايون فروي انت بتكون في قسم الفواكه ايه ليجيم والخضروات. كيسك فو ديت او فوندور ماذا انت ستقول للبائع لما تكون في قسم الفاكهه والخضار؟ اكيد مش هتقول له انا عايز 2 جلاس ايس كريم، واكيد مش هتقول له هات لي ازازه لبن صح ولا غلطان؟ واكيد مش هتقول له هات لي كونفيتير، لا هتروح قايل له اديني كيلو فراوله. اللي بعده يا لها من مواقف. بسم الله. انا مين صديقك شيرش يبحث دي ويتر عن محار. محار ده مش بتاع المحار ده اللي هو بيتاكل اللي هو بتاع السمك ده. تمام. بيطلب المحار من السوبر ماركت هتقول له اذهب لقسم بواسون مشروبات. بواسون لا طبعا. فيون دي معناها لحوم عيب مش هينفع. هتروح قايل له اذهب لقسم فواكه البحر. هل البحر ليه فواكه؟ طبعا كل حاجه لها فواكه. تمام. فواكه البحر حتى الخضار ليه فواكه.
فواكه البحر اللي هي بقى الجمبري بقى والاستاكوزا انا بقول ايه اللي بعده. بيقول لك تي دوموند، انت تطلب اتا مير. مير دي معناها من والدتك، ما ينفعش تقول امك، عيب، خليك متحضر. تي دوموند انت بتطلب من والدتك او اين اون بو، نحن نستطيع اليه الذهاب عشان نشتري بوافر فلفل. هتروح منتجات البان؟ طبعا غلط. هتروح بيقول لك جي مانجي دي بوافرون، احنا بنحب ناكل فلفل؟ لا طبعا. هتقول اون في دي بوافرون؟ لا طبعا، ما بنحطش فلفل على السلطه. هتبقى جو ناشيت او مارشي، نحن نشتريه من السوق. اللي بعده او رايون، في قسم دو برودوي ليتيي، في قسم منتجات الالبان. خلي بالك كلمه ليه معناها لبن. ليه 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 ولا يعني غصبت عليه. ليه معناها لبن، وليه تيه منتجات الالبان. انت هتقول بقى في قسم منتجات الالبان انا عايز تفاحتين؟ لا. عايز بواسون، سمك؟ لا. هتروح قايل له دو ياور سيل فو بلاي، 2 زبادي من فضلك. فوتر امي صديقك ذو عايز يشتري دي بواسون، سمك. فو ديت، انت هتقول له ايه؟ واحد عايز يشتري سمك اقول له برودوي دولامير. اذهب لقسم منتجات البقى. انت لو حافظ الكلمات هتعرف تحل، اما لو مش حافظ الكلمات والله العظيم لو قعدت اقول لك من هنا لبكره ما انت هتعرف تحل حاجه. يعني واحنا مش عارفين اللي فيها. اقعد يا حبيبي امسك الكتاب واحفظ الكلمات بنفسك. يعني هتقعد بقى تسمع لي فيديوهات حد يحفظك الكلمات؟ والله ما انت حافظ، والله ما تحفظ لما تمسك الكتاب، تمسك الكشكول، تمسك القلم وتتنقل وتقعد تذاكر. ده احنا بنضحك على بعض، انا بترجم لك وبحللك بالعربي، بس هنعمل ايه بقى؟ فوزيت، انت بتكون دون لغه يوم، بتكون في قسم برودوي ليتيه، بتكون في قسم منتجات خلي بالك يا ابني كلمه ليه معناها لبن. ليه 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 معناها ايه؟ لبن. انت بتكون في قسم منتجات الالبان، انت هتقول ايه بقى؟ هتروح قايل انا عايز فروماج. فروماج وتشمين جبنه. اللي بعده تي دوموند، انت بتطلب ان كوبا من صديقك لي ماتيير، المواد الجراس. حتى يا اخي من جراس معناها دهنيه، بتطلب من صديقك المواد الدهنيه اللي هو بياكلها. هو هيقول ايه؟ هيروح قايل انا باكل، انا اضع زبده في الفطيره، ولا انا اكل خضار؟ خضار ملهاش دعوه، والجلاس الايس كريم ملوش دعوه، انا احب كثيرا اللحم، وانا سالتك انت بتحب ايه؟ قول له يا عم انا بحط زبده كتير في الفطيره. ايه المشكله يعني؟ ما هي الزبده من المواد الدهنيه، امال من المواد فو ديتيستي، تكره لي زاليمو سكري، تكره المنتجات السكريه. ماذا انت ستقول؟ انت هتقول ايه؟ هروح قايل جو نيم با لي ديسير، انا ما بحبش الحلوى. طبعا سيل معناها ملح، اسمها سيل. جادور مانجي، انا بحب الجاتوه. طبعا ده هنا بقول لك انا بحبه وهنا بقول لك ما بحبش، وبالعافيه هتروح قايل له دو بوم، تفاحتين مالهاش علاقه. فو دوموندي، تطلب انكو بقى من صديقك ليزو بيجي الاشياء دون لو سي دي اي. سي دي اي دي كان معناها مركز المناهل والمعارف، كانت في اولى ثانوي. تمام، سونتر دو دوكيومنتاسيون اي دانفورماسيون. تمام، اللي هو مركز المناهل مكتبه وفيها نت من الاخر. ايه هي السي دي اي يا حبيبي؟ بتطلب من صديقك الاشياء اللي في المكتبه، انت هتقول له، هتروح قايل له كيسكيليا. الله يصلح حاله باشمهندس عادل شكل لما علمها للشعب المصري كله قال كيسكيليا. كنت تسال حد انت عارف ايه بالفرنساوي يقول لك كيسكيليا، يا فرحتي بيك انت والباشمهندس عادل. هتروح قايل له كيسكيليا دون لو سي دي اي. والله انا شايف ان احنا شرحنا الكميات. استنى يا ابني، استنى، انت رايح فين؟ استنى اصبر، انا بخلص لك اهو. احنا شرحنا الوحده الثانيه الكميات، قلنا بوكو الكميات المحدده، البريسي والان بريسي. كميات انت مش هتفهم. طب تعال، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شرحنا يا حبيبي الكميات، قلنا الاكل والشرب مع ياكل ويشرب ويشتغل والحاجات ديت بياخد تجزئه، اللي هي دي ودولار بلا بصف دي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى ياكل ويشرب زيه زي فين بالظبط، بياخد ادوات تجزئه.
اللي هي دي، اللي هي ديو دهات، اللي هي ديو ضلال ضرب دي اس. ياكل تجزئه ديو ضلال مذكر ومؤنث. امتى بقى الدي والضلال ادوات التجزئه تحول الى دو؟ في النفي والكميه والصفه الجامعه بس. امتى الديو هتبقى دي ايه؟ امتى استخدم الدو اللي هي دي او؟ امتى استخدمها؟ نفي وكميه وصفه جمع، والفعل نفسه هو اللي يبقى منفي مش الفعل. لو يكون فعلين الفعل الاولاني اتنفى الثاني ملوش دعوه، هقعد اقول كتير. لما يكون في فعلين الفعل الاساسي للجمله هو الفعل الثاني، الاول اتنفى الثاني ملوش دعوه، ياخد الاداه بتاعته. يبقى بختار ادوات تجزئه مع افعال الاكل والشرب، ما عدا طبعا ايميو بريفيرو اودرو دي تيستي. ثواني. ايميو بريفيري اودرو دي تيستي لو لا لي ولا يتاثر بالنفي. ايميو بريفيري ثابت على المبدا، تمام. ايميو بريفيري واودرو دي تيستي الافعال اللي هم بيقول لك الميول والاحاسيس ثابته ما بتتاثرش بحاجه، هي لولا ليه في النفي وكميه وصفه، هي لولا ليه برضه. والله انا شايف ان انا خلصت الوحده الثانيه الحمد لله، فضل الضمائر الشخصيه اللي سايبها في الوحده الاولى والضمير الان في الوحده الثانيه انا سبتهم عشان اشرحهم لك في الفيديو الجاي، فركز بقى معايا يا باشا. الفيديو الجاي بص ده انا عايز اقول لك اهم من اي حاجه. البرونو بيرسونيل الضمائر الشخصيه مهمه لابعد، اقسم بالله العظيم حكايه، وصدقني انا اللي هفهمها عشان انا بحب. تمام. نكتفي بهذا القدر الممتع من الشرح، مش الغير ممتع. نكتفي بهذا القدر الممتع من الشرح، والى اللقاء في محاضره قادمه ان شاء الله. كان معكم ميسي محمد عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم.